الله على جمال الكبدة وشكلها وطعمها. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الكبدة دي ازاي مع بعض النهاردة بطريقة حلوة جدا. اول حاجة ان انا بجيب شرائح الكبدة وبحط عليها عصير ليمونة كاملة وبشر ليمون وبسيبها لمدة ربع ساعة في الليمون بدون اضافة اي بهارات ليها. بجيب بقى الفلفل الالوان بقطعه وفلفل الحار وبصل اخضر وكم فص من الثوم، حوالي 5 فصوص من الثوم. وبجيب البولة بتاعتي احط فيها معلقة كبيرة من بهارات اللحمة او البهارات المشكلة، ومعلقة كبيرة من الكمون لان الكبدة بتحب الكمون قوي زي السمك بالظبط، وبيشيل منها الزفارة. وبضيف كمان معلقة من الفلفل الاسود وشوية من الكزبرة الناشفة. وبعد كده بضيف الملح حسب كمية الكبدة اللي انا حطاها وحسب تذوقنا. بعد كده بقلب الخليط ده كله مع بعضه، وهضيف هنا إضافة جديدة وهي معلقة من دبس الرمان مخففة بمعلقة من الخل. أنا خففتها عشان خاطر لما أحط الكبدة فيها تدخل في الأنسجة بتاعة الكبدة. بضيف بقى الفلفل الحار والبصل الأخضر والثوم اللي أنا ضربته في الكبة وضربته بحيث يكون خشن شوية، مش عايزاه ناعم. وهقلب الخلطة دي كلها مع بعض، بس هضيف لها دلوقتي شوية من الخل. والخل زي ما احنا عارفين بيضاف لأي مشويات بنعملها، سواء كانت لحمة أو فراخ أو كبدة أو سمك. بعد كده ببدأ أضيف معلقة من دبس الرمان مركزة، وهبدأ إن أنا أضيف البقدونس بقطعه قطع صغيرة قوي، وهضيف كمان شوية من الزيت. طبعا أنا ضفت الزيت هنا عشان مش هضيف في الجريل زيت. وهضيف كمان عصير ليمون. عايزة أقول لكم الخلطة دي ريحتها في منتهى الجمال، وانتي بتعمليها كده تحبي تشمي ريحتها. بعد كده هنحط فيها شرائح الكبدة اللي احنا كنا متبلينها بالليمون بس، وزي ما انتم شايفين الليمون خلاها مبيضة، معنى كده ان هو دخل في المسام بتاعتها واداها مذاق اللي هو مذاق الليمون المميز. بعد كده بجيب الجريل بتاعتي وببدأ احط عليها شرائح الكبدة بعيد عن بعضها بدون اضافة اي دهون في الجريل، وبسيبها كده على نار عالية الاول. وبعد كده ابدأ اهدي النار، هبص الاقيها ابيضت، هبدأ اقلبها على الجنب التاني. مش هسيبها لفترة طويلة، لان احنا عارفين ان الكبدة ما بتاخدش وقت، ولو سيبناها فترة طويلة بتفقد العناصر الغذائية الموجودة فيها. وكمان في نفس الوقت هنبص نلاقيها تجلد وتنشف ويبقى طعمها مش حلو. هضيف عليها كمان شوية من الفلفل الحار وشوية من الفلفل الألوان على الوش بتاعها. وبعد كده هبدأ أقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. هبدأ أشيلها وأقدمها في طبق التقديم. زي ما انتم شايفين طلعت في منتهى الجمال. هحطها في طبق التقديم واحط تحتها شوية من البقدونس عشان يشرب اي دهون موجودة فيها، وهجملها كمان بالبقدونس وشوية من الفلفل الاحمر. زي ما انتم شايفين طبق كبدة في منتهى الجمال. مش هتفكروا ابدا تشتروا الكبدة من بره. ممكن نقدمها مع المكرونة السباكيتي، او نقدمها مع البطاطس البيوريه او البطاطس المحمرة، وممكن مع الرز البسمتي اللي هو الرز البسمتي بالكركم. اظن طلع في منتهى الجمال. يا رب تجربوها وان شاء الله مش هتندموا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.